ازيكم يا جماعه؟ النهارده معانا حلقه مهمه جدا هتهم كل ستات البيوت في كل انحاء العالم، يعني بلا منازع. حلقتنا النهارده هنتكلم عن اسطوره المطبخ، هنتكلم عن صابون المواعين. ان الناس كتيره قوي بتقعد تتكلم في السوشيال ميديا وبتقعد تهبد فيها هبدات ما انزل الله بها من سلطان. بصراحه انا بشوف ساعات فيديوهات، وتلاقي بنات واحده ست طالعه لك بتقول لك تعالي يا ست الكل هنحط كذا على الصابون، وبصوا اللتر بقى 2 لتر، وبصوا انا وفرت ازاي. وهم في الاخر بيعملوا حاجه بتضر البشره، وبتعمل خطر باصابه الاكزيما، وبتعمل خطوره بتشققات الجلد، وبتعمل حاجات لا انزل الله بها من سلطان، وحاجات غير صحيه بالمره. النهارده هنتكلم عن كل الكلام ده في وصفه سهله مع احمد. اهلا بيكم، انا احمد محمود ودي قناتنا. برحب بيكم دايما، بدعوكم للانضمام معانا والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، واذا انت معانا على الفيسبوك تعمل لنا متابعه وتشوف الفيديو للاخر عشان كل الحاجات اللي فيه هتهمك بالتاكيد. اهلا بيكم. اول حاجه يا جماعه لازم تبقوا عارفينها ان الصابون السائل اساسا هو وسط متعادل، سواء الصابون اللي احنا بنشتريه من ماركات غاليه او من ماركات رخيصه. متعادل يعني ايه؟ يعني نسبه الحموضه او نسبه البي اتش اللي فيه بتبقى معتدله ما بين السبعه تقريبا او السته. دي النسبه المعتدله جدا ما بين الحمضيه والقلويه، عشان تعمل لنا يعني تعقيم للطبق او الماده اللي احنا بنعمل بيها، وبتعمل لنا عدم اصابه باي امراض لجلدنا، بتحملنا الجلد بتاعنا. الصابون السائل وهو من غير رغوه كده هو ماده معموله فيها ماده حافظه، زي الفورمالين ده في الحاجات اللي هي الرخيصه دي، عشان تزود الشيلف لايف بتاعه او فتره الحفظ بتاعته لمده 3 شهور وزياده. غير ان احنا كمان اساسا في ناس بتقعد تقول لك السؤال الخالد بتاعها: لو احنا حطينا خل على الصابون السائل هل ده فيه فايده؟ هو ليه فايده وليه ضرر. هنتكلم عن فوائد الخل على الصابون السائل. اولا هينظف معاكي جدا، هيساعد ان الصابون السائل او في الاخر النتيجه النهائيه ان انت هتحطي ايدك على الطبق او على الصينيه الاستانلس هتلاقيها بتلمع قوي، وهتلاقي ايدك بتزيق، فتحسي ان انت فرحانه بنفسك كده وان انت عملتي حاجه نظيفه قوي. تاني حاجه هتشيلك ريحه الزفاره، لو في زفره او ريحه مش محببه في الاواني هتشيلها لك. هتساعد جدا في ان انت تعملي هتنضف لك كويس قوي، سواء لو عندك حله المونيا او عندك حله محروقه هتنضفها لك بسهوله جدا. وبيزود كفاءه الصابون يعني ب 200%. لكن في مشكله، احنا هنا بنزود البي اتش زي ما قلنا، فده هيزود فرصه اصابه الست بتشققات الجلد. فنصيحه، لو انت هتحطي صابون على الصابون السائل بتاعك خل، لازم تلبسي جوانتي في ايديك. تاني حاجه بشوفها ودي خطوره جامده قوي، ان في بنات تلاقي عامله فيديو وتقول لك يا ست الكل شايفه انا لما حطيت الملح خلالي الصابون يزيد، وبصوا بقى عامل ازاي، وبصوا بقى تقيل ازاي، وبصوا مش عارف ايه. الكلام ده غلط. الكلام ده ان احنا زودنا نسبه الصوديوم، بس كل اللي عملناه ان احنا زودنا نسبه الصوديوم جوه الصابون السائل، فكلكع او معنى صح تقل اكننا حطينا عليه نشا. فده بيزود لنا خطر اصابه بالاكزيما، وده طبعا حاجه مش محببه لست البيت خالص يعني. وكمان هيزود فرص ان هي تبقى كأنها محروقه، وهتزود لها فرص ان يحصل لها تشققات جلد. فاحنا في غنى عن الكلام ده كله، بلاش نحط الكلام ده كله. احنا عادي لو احنا استخدمنا الصابون السائل كده، هو اساسا فيه ماده حافظه، فيه ماده مطهره، فيه ماده تحفظ الكلام ده كله، فاحنا مش محتاجين نعمل الكلام ده. الا هو الحاجه الوحيده اللي انا بنصح بيها هي الخل. فنصيحه يا جماعه، بلاش نحط حاجات مش معروفه او مش هتسبب لنا ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني ده ديننا بيقول كده. فنصيحه يا جماعه، بلاش تمشوا ورا الكلام الاكاذيب، اسمعوا الكلام الصح. ما تحاولوش ان انتوا تجربوا اي خلطات جديده الا بعد تجربه، وان انتوا تشوفوا مصدر واثنين وثلاثه بيتكلم عن الكلام ده كله. اشوفكم دايما على خير، ما تنسوش اللايك والشير وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، ولو احنا على قناه اليوتيوب نشترك في القناه. ومع السلامه.